اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا فيديو جديد، هنعمل سندوتشات برجر سريعة كده. هي منجزة بالنسبة لي وكمان بعملها كل فين وفين. أنا استخدمت برجر ميتكو، قلت قبل كده في فيديو قبل كده أنا باحب أستخدم برجر ميتكو، طعمه حلو أوي. أنا جربت كذا نوع وما عجبنيش. من ساعة ما جبت برجر ميتكو أنا باستخدمه على طول. باجيب الكيس عندي وباحطه في الفريزر، ومنين باحب أعمل ساندوتشات باطلّعه. خلاص، جبت بقى البرجر بتاعي ونزلت بشوية زيت كده في الطاسة واديته بس تحميرة بسيطة، ومش بيجيب خالص، يعني بتحمريه كده على الوش وعلى الضهر ومش بيجيب خالص معاكي. تمام، وكمان قطعت شرايح طماطم. والعيش ده اللي عندي ده، العيش ده طعمه حلو قوي وزي الجاهز بالظبط. يعني انا بجيب الكيس وبخليه عندي في الفريزر. الكيس بجيبه 12 قطعة، في 6 وفي 12. انا بحب اجيب ال 12 عشان يعني منين ما بيتبقى عندي برجر طبعا بشيله في الفريزر وبعمل منه سندوتشات تاني منين ما عاوز. المهم بقى الكيس فيه 12 ب90 جنيه. وكمان صوص الجبنة ده طعمه حلو قوي، باين ان انا فاتحة الكيس قبل كده ومستخدماه. بيفضل معاكي فترة والكيس مليان ما شاء الله، حلو قوي وطعمه جميل. خلاص بقى كده، بدأت اجيب العيش عندي واحط صوص الجبنة وافرده، بيتفرد سهل جدا في الفرد. وكمان بنزل عليه بقطعتين من البرجر عشان حجم العيش عندي كبير، فبنزل عليه بقطعتين برجر وكمان شريحتين من الطماطم. وخلاص باحط العيش وخلاص. لو عندك بقى كابوتشا كمان حطي كابوتشا، انا ما كانش عندي خالص. لو انت عندك حطي. تمام. اهم حاجة بقى لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، عليه افضل الصلاة والسلام. تمام بقى كده، عملت برضو معاكوا ساندوتش وقلت بقى ايه، اكمل السندوتشات مع نفسي. خلاص بقى كده خلصت السندوتشات بتاعتي، وكمان حمرت بقى بطاطس جنب البرجر. وكمان الكاكولا دي حلوة قوي، دي بديلة للمقاطعة. المفروض يعني كنت جبت السمرة بس ما لقيتش السمرة، ما لقيتش غير دي. خلاص بقى كده حضرت السندوتشات بتاعتي، وكمان سبت الصوصات بره، ما بقتش بحط الصوصات في السندوتشات لان عندي جوزي مش بيحب طعم المايونيز، فبقيت بخلي لهم الصوصات بره وهما بقى يحطوا على الساندوتش براحتهم. خلاص بقى كده اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم، واسيبكم في حفظ الله ورعايته.